تعالوا كده نعمل مع بعض النهاردة حاجة كده فظيعة. وصفة تحفة. حاجة كده خليط ما بين البسبوسة والكيكة. للناس اللي مش بتظبط معاهم البسبوسة او اللي مش بيعرفوا يظبطوا الكيكة، الوصفة دي مقدرها مظبوطة جدا وانتجتها مضمونة 100%. شايفين ازاي قمر؟ هي دي كيكة الرواني، طعمها تحفة. شايفين ازاي مرملة وازاي تحفة. تعالوا مع بعض نشوف القمر دي عملناها ازاي. اول حاجة بنحتاج ليها شربات زي شربات البسبوسة، شربات بيكون خفيف شوية. ضفت كوباية ونص من السكر، واضيف عليهم كوباية ونص من المية. نفس معيار السكر هو نفس معيار المية. هضيف كده كوباية ونص من المية، ومش هحركهم ولا هقلبهم، مجرد بس محطهم كده على بعض وهرفعهم على النار. اول ما يغلوا معايا هضيف عليهم عصير نص ليمونة ودقيقتين واطفي النار على طول، وكده بقى شربات جاهز معانا. هطفي عليه واسيبه على جنب وابدأ في عمل الوصفة بتاعتنا. معايا 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة طبعا، وهضيف عليهم نص كوباية من السكر. وطبعا السكر حسب الرغبة، تقدروا تضيفوا لحد كوباية سكر لو بتحبوا السكر يكون زيادة شوية. وهضيف عليهم ظرف فانيليا او معلقة من الفانيليا السايلة، وهقلبهم. وكمان عشان في بيض طبعا هضيف معلقة من الخل، وكمان بتخلي الكيكة معانا تكون هشة. هقلبهم كويس قوي مع بعض. هقلبهم عادي بالمضرب اليدوي، مش هتحتاجي مضرب كهربا ولا خلاط، عادي بمستعملة المضرب اليدوي. بس لو عايز تعمليها في الخلاط عادي برضو. هقلبها كويس قوي لحد السكر ما يدوب معايا تماما ويعمل معايا فوليوم كده بسيط. هبتدي بقى اضيف باقي المكونات. اول حاجة هضيف نص كوباية من السمنة على زيت، وطبعا ممكن نستخدم نص كوباية زيت او نص كوباية سمنة، المتوفر عندك او اللي بتحبيه. وهضيف عليهم علبتين من الزبادي، وممكن تضيفي علبة من الزبادي ونص كوباية من الحليب، او ممكن تضيفي كوباية من الحليب. وهدوبهم كويس قوي مع بعض. زي ما انتوا شايفين قلبتهم كويس قوي، المكونات كلها اتخلطت معايا. هضيف عليهم اول حاجة كوباية كبيرة من دقيق السميد، او دقيق البسبوسة العادي خالص اللي بيكون عند العطار، مش مضاف ليه اي حاجة. كوباية من دقيق البسبوسة الناعم، وهضيف عليهم نص كوباية من جوز الهند، وهضيف عليهم كوباية من الدقيق. وطبعا الدقيق يكون منخول معايا كويس قوي. هقلبهم كده تقليبة بسيطة مع بعض. وبعدين هضيف عليهم ظرف من البيكنج باودر او معلقة كبيرة من البيكنج باودر، وهقلبهم مجرد بس المكونات ما تتخلط معايا، لان دقيق البسبوسة ما بيحتاجش تقليب كتير، لان طبعا في مجرد بس ما يتخلط كده مع المكونات. ولو الخليط ناشف معاكي تقدري تضيفيله ربع كوباية من اللبن، لان طبعا حجم علبة الزبادي بيختلف. فلو الخليط ناشف معاكي هتضيفي ربع كوباية من اللبن لحد ما يوصل معاكي للقوام ده، زي قوام الكيكة كده. وكده بقى جاهز معانا. معايا هنا طاجن او بايركس دهنته كويس قوي بالزيت، وهبتدي اضيف ليه الخليط. هنزله كده وهفرده في الصينية، وهحركه كده شوية علشان لو في اي فقاقيع هواء تخرج، ويكون متساوي بالشكل ده. هدخله الفرن على درجة حرارة 180 في الرف الوسط
وطبعا مش هفتح عليها قبل نص ساعة، واختبرها طبعا بخلة سنان او بسكينة. لازم تطلع معايا نضيفة كده ان هي استوت. اول ما تخرج معايا من الفرن هسقيها بالشربات وهي لسه سخنة كده، والشربات معايا طبعا لسه دافي. معنى ان هي بتشرب الشربات كده ان هي ناجحة تماما. هحط كده كل كمية الشربات كده عليها وهغطيها، وبعدين هقطعها وهزينها كده بجوز الهند. ممكن تزينوها بصوص شوكولاتة او بصوص كراميل زي ما تحبوا. شايفين ازاي طالعة قمر معانا، وكمان بيكون طعمها تحفة، حاجة كده بتدوب في البق، فظيعة بجد. جربوها هتعجبكم قوي. شايفين ازاي قوامها مظبوط معانا، وازاي مرملة، حاجة كده فظيعة تحفة. جربوها بجد هتعجبكم قوي قوي قوي. ولو عايزاها ارفع من كده ما تكونش بالسم كده، ممكن تحطيها في صينية اوسع. بصراحة بتكون حلوة قوي، ولو عندك ضيوف وتقدميها لهم بتكون حاجة جديدة، وكل هيسألك عن طريقتها. وكمان الولاد عندي بيحبوها جدا. يا رب وصفة النهاردة تكون عجبتكم. لو عجبتكم ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. والسلام عليكم.